استمعوا لحديثي هذا جيدا، فأنتم مقبلون على أفضل أيام. قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل آدم له إلا صوم فإنه لي وأنا أجزي به. شهر رمضان شهر العبادة، عبادة سرية بين العبد وربه. الصوم جنة، يمنع الشهوات ويصغر الميزان، وفيه أفضل أوقات الإجابة. وهنا في هذا الفيديو سنرحل في أحب الأعمال لله ورسوله، فكونوا معنا واستمعوا وانشروا هذا الفيديو وشاركوا في نشره، فالدال على الخير كفاعله. هل سألت نفسك يوما كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل رمضان؟ كيف كان قلبه يتجهز قبل أن يبدأ الشهر؟ وكيف كان يهيئ نفسه وأهل بيته ليعيش رمضان كما ينبغي؟ لأن رمضان ليس مجرد صيام عن الطعام والشراب، رمضان هو موسم لتغيير الإنسان من الداخل، شهر يوغص القلب ويهذب النفس ويعيد ترتيب حياتك بالكامل. سنأخذك في رحلة مؤثرة داخل هدى النبي صلى الله عليه وسلم في استقبال رمضان، وكأنك تعيش المشهد معه لحظة بلحظة، عليه أفضل الصلاة والسلام. كان النبي يعلم أن رمضان لا يستقبل من أول يوم، بل ما أعظم هذه البشرى، إنها بشرى عظيمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح برمضان، لكن ليس فرحا شكليا ولا تهنئة باردة، بل فرحا صادقا. فرح الصيام ليست عبادة عادية. من يعرف رمضان يعرف أنه فرصة لا تكرر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن هنالك من الناس من ينتظر رمضان لكن قد لا يدركه، ولهذا كان يدعو ويتمنى ويشكر الله على بلوغه. وهذا يعلمنا درسا مهما: لا تستقبل رمضان كروتين، استقبله كنعمة، استقبله كفرصة نجاة، فربما يكون هذا هو رمضان الأخير في حياتك وأنت لا تدري. درب النبي صلى الله عليه وسلم ورب الأمة وأصحابه على أن العبادة ليس مجرد عمل خارجي، بل أساسها النية. ولهذا قبل أن يبدأ رمضان كان يوجه القلوب قبل الأجساد. رمضان ليس منافسة في الطعام ولا موسم للسهر والتسلية، رمضان هو مدرسة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان وأصحابه يدخلون إلى رمضان وهم يضعون كثيرا من الآمال والأهداف، أن يخرجوا بتقوى لا مثيل لها، وأن تكون فرصتهم في رمضان أكثر مما كان أولا، فرصة لدخول الجنة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تلك التقوى هدف أن يصبح قلبك أنقى ونفسك أهدى وعلاقتك بالله أقرب. رمضان فرصة لقراءة القرآن وتدبر آياته وحفظه والاستفادة من طهارة النفس وطهارة الجسد والأجواء الإيمانية الموجودة في رمضان في تدبر القرآن. يقول المولى عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هنالك ليلة خير من 1000 شهر، ليلة القدر، الليلة التي تتنزل فيها الملائكة، الليلة التي يكتب فيها مصير الإنسان لسنة كاملة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبها في العشر الأواخر، ولذلك كان رمضان عنده ليس فقط صياما بل بحثا عن أعظم ليلة في الوجود. ومن رحمة الله
أن الله لم يحدد ليلة القدر بدقة حتى يجتهد المسلم في أكثر من ليلة. فتخيل، ربما ليلة واحدة تغير حياتك كلها. تخيل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيننا ورأى كيف يستقبل بعض الناس رمضان، هل كنا سنتشبه به أم كنا سنكون بعيدين جدا عن هديه؟ رمضان فرصة لا تتكرر، ومن أدرك رمضان ثم خرج منه كما دخل فقد خسر أعظم موسم في حياته. لكن الخبر الجميل أن الباب ما زال مفتوحا، رمضان قادم والله يناديك. هل ستدخل هذا الشهر كما دخلت الأعوام السابقة، أم ستدخل وأنت تحمل نية التغيير؟ أبدأ من اليوم وخذ من هدى النبي طريقا، واستقبل رمضان بقلب جديد وبإيمان صادق وبشوق حقيقي للقاء الله. اللهم بلغنا رمضان وعنا فيه على الصيام والقيام، واجعلنا فيه من المقبولين. تابعنا لمزيد من البرامج والدعوات في رمضان. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. شد مئزره يعني استعد بأقصى طاقة، أحيا ليله يعني قيام وذكر وقراءة وقرآن، وأيقظ أهله يعني لم يكتفي بنفسه بل دعا أهله وأصحابه، بل أراد الخير لمن حوله. وهذه رسالة قوية. النبي لم يكن ينام ليالي العشر، فكيف يضيعها بعضنا في السهر على ما لا ينفع؟ الدعاء أصل العبادة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء، وكان يدعو ببلوغ رمضان. والدعاء في رمضان ليس عادة بل عبادة عظيمة، لأن شهر رمضان تفتح فيه أبواب السماء ويستجاب فيه الدعاء وتلين فيه القلوب. وكم من إنسان كان بعيدا ثم في رمضان عاد، وكم من قلوب قاسية ثم في رمضان انكسرت بين يدي الله. وهذا سر عظيم في رمضان، إنه شهر العودة. رمضان شهر الطيبات، شهر الأعمال الخيرة. من أجمل ما كان يميز رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان أنه كان أجود الناس. بل تقول السيرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. رمضان كان شهر الرحمة وشهر الإحسان وشهر الصدقات وشهر تفقد الفقراء والمساكين. فليس من هدى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيش في رمضان لنفسه فقط، بل أن يعيش رمضان للناس، أن يعطي، أن يواسي، أن يفرج كربة هذا ويسد حاجة هذا. وهكذا يتحول رمضان من صيام إلى نور، إلى دعوة، إلى التواصل والتراحم بين الناس. تخيل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيننا ورأى كيف يستقبل بعض الناس رمضان، هل كنا سنتشبه به أم كنا سنكون بعيدين جدا عن هديه؟ رمضان فرصة لا تتكرر، ومن أدرك رمضان ثم خرج منه كما دخل فقد خسر أعظم موسم في حياته. لكن الخبر الجميل أن الباب ما زال مفتوحا، رمضان قادم والله يناديك. هل ستدخل هذا الشهر كما دخلت الأعوام السابقة، أم ستدخل وأنت تحمل نية التغيير؟ أبدأ من اليوم وخذ من هدى النبي طريقا، واستقبل رمضان بقلب جديد وبإيمان صادق وبشوق حقيقي للقاء الله. اللهم بلغنا رمضان وعنا فيه على الصيام والقيام، واجعلنا فيه من المقبولين. تابعنا لمزيد من البرامج والدعوات في رمضان. لهذا يأتي سؤال مهم: كيف نستقبل رمضان نحن؟ وهنا خلاصة هدى النبي صلى الله عليه وسلم في خطوات عملية. أولاً، أبدأ شهر رمضان بالتدريب. هيئ نفسك، استقبل رمضان بالفرح لا بالكسل، لا بالسهر، لا بتتبع أجمل الأحداث. ثالثاً، طهر قلبك بالتوبة.
رابعا أدخل رمضان بنية صادقة، نية لحفظ ولو سورة واحدة من القرآن الكريم. خامسا أجعل القرآن رفيقك اليومي. سادسا لا تضيع العشر الأواخر. سابعا أجعل الدعاء أسلوب حياتك. ثامنا كن كريما وصل رحمك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. رمضان ليس شهرا عاديا، رمضان هو موسم النجاة.